السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا. أول حاجة جبنا هنا بقى سواء طاسة أو صينية أو أي حاجة هنبتدي فيها الوصفة من أولها. حطينا أول حاجة شوية من الزيت، وعندي هنا شوية دوش متقطعين قطع صغيرة كده. الدوش ده بيجي مع اللحمة، باخده وبقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. هو ده اللي بيعمل الطعم الحلو لورقة اللحمة. ممكن لو في حتة ليا ممكن نقطعها برضو. بعد بقى ما يسيح شوية كده مع الزيت هنحط اللحمة دي قطعيتها من السن. طبعا اللحمة كندوس يعني. حطيتها قطعتها قطع صغيرة كده وهشوحها شوية كده مع الدوش والزيت اللي انا حطيتهم. هي اللحمة بتاخد سوا شوية، فطبعا انا هديها سوا كده شوية على النار علشان لما تخش الفرن ان شاء الله يعني ما تاخدش وقت كتير، وفي نفس الوقت يبقى سوا حلو وطري. بعد ما لونها بقى يتغير كده شوية حطيت رشة كده من الفلفل الاسود علشان يظهر كده الريحة، عشان طبعا احنا لسه بنعمل الوصفة. انا بعمل الوصفة كلها على النار وبعد كده بحطها في الفرن. وحطيت بقى فصوص حبهان وورق لورا. طبعا كل ده بيدي طعم حلو للحمة جدا، ومع برضو مستمرة مع التقليب لغاية كده ايه ما اللحمة احس ان هي خدت نسبة سوا شوية على النار. بعد كده حطيت رشة من السكر. انا ماشية معاكم الخطوة بخطوة علشان يعني تبقوا معايا. حطيت رشة من السكر بيدي طعم حلو جدا وفي نفس الوقت بيسرع من سوى اللحم. وهنا معايا بصلتين متقطعين شرايح، حابين تحطوا اكتر من كده زي ما تحبوا. وهنقلب برضو. طبعا انا حطيت اللحمة الاول علشان انا مش عايزة الخضار يستوي يعني يبقى مهري. الخضار هيتحط اخر حاجة طبعا، يعني بعد حوالي كده ايه 5 دقايق من سوى اللحمة على النار. وبرضو هفضل مستمرة في التقليب زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى انا مقطعه هنا خضار، قطع بطاطس وجزر، بقطعها سميكة شوية علشان تستحمل السوا طبعا، لان انا اللحمة اهم حاجة عندي هي اللي تستوي. لو قطعنا الخضار رفيع البطاطس طبعا مش بتاخد سوا كتير هيبقى الخضار مهري ومش حلو خالص. وفي نفس الوقت برضو الجزر التقطيعة اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده حطيت طماطميتين كده متقطعين وهقلب برضو. انا يعني ورقة اللحمة مبقاش فيها صوص كتير، بتبقى ناشفة شوية، فحطيت الطماطم متقطعة كده وهقلب برضو زي ما انتوا شايفين. وحطيت معلقة من هريسة الشطة، وحطيت بقى فلفل اسود تاني طبعا عشان خضار، وحطيت 7 بهارات، وحطيت شوية من الكزبرة. وطبعا بنحط الملح بنملحها كويس جدا. لو عندك فلفل رومي هيبقى حلو جدا حطيه، او فلفل حراق. وبعد كده بقى هقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي اخر حاجة خالص هحط البسلة، علشان طبعا البسلة مش بتاخد وقت. حابة تعمليها ببطاطس بس، ببصل بس، ببسلة بس، زي ما تحبي. اي نوع خضار انت حباه، حابة تزودي كوسة تزودي اي حاجة تانية زي ما تحبي. وبرضو هنستمر في التقليب زي ما انتوا شايفين. بقى انا طفيت عليها، جبت بقى صينيه كبيره وحطيت ورق فويل كده عكس عكاز زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هحط ورقه زبده. طبعا اهم حاجه ورقه الزبده، بلاش نحطها كده على الفويل على طول. وبعد كده هحط بقى كل الخضار واللحمه اللي انا عملتهم. طبعا اللحمه لسه ما استوتش، هكمرها كويس كده واقفلها كويس جدا علشان انا عايزه اللحمه تستوي. زي ما قلت لكم اللحمه هتاخد سوا معايا شويه. لو لحمه صغيره او مش هتاخد سوا عادي جدا هنقطع الخضار الرفيع، ويعني هتبقى عادي يعني مش هتاخد ايه نص ساعة او ساعة. وحطيتها على الفرن على الشبكة كده في اول صف لو الفرن حامي. وهسيبها هي في خلال ساعة ونص استوت معايا. بعد كده بقى هنا معايا رز معمر. هنا معايا كيلو من الرز مغسول، رز مصري. حطيت عليه 3 معالق من السمنة البلدي كبار، سمنة بلدي او زبدة او اي نوع سمنة عندك. وحطيت شوية من الزيت، وطبعا حطيت الملح. طبعا بنملحه كويس جدا. وبعد كده رشة بسيطة جدا من الفلفل الاسود. هي الاكلة دي لازم جنبها الرز المعمر، بتبقى حلوة جدا.
وبنقلب بقى كويس جدا. حابة تسيحي الزبدة زي ما تحبي، حابة تحطي قشطة بدل الزبدة زي ما تحبي. حطيت بقى هنا حوالي كيلو الا ربع من اللبن كده بالدسم بتاعه، وهنقلب. وطبعا لازم اللبن يبقى سخن. وبعد كده كملت بشوربة، ممكن تكملي بمية مغلية، بس انا كملت بمية. حطيت حوالي بقى على الكيلو الا ربع، يعني كيلو الا ربع من اللبن، حطيت عليه حوالي كده ايه 3 كبشات من الشوربة السخنة برضو، وحطيتها في الفرن وشغلت فوق وتحت ياخد الوش كده. طبعا الوش مش سميك قوي لان انا مش حاطه قشطه فيه، حاطه سمن. لو حابه الوش الغامق اللي هو التقيل ده حطي 3 معالق قشطه كده. بعد كده بقى هنا كانت استوت معانا ورقه اللحمه زي ما انتم شايفين بقى بالشكل ده. عايزه اقول لكم اسهل اكله واحلى اكله بجد، جربوها تعجبكم جدا. ممكن تعملوها بالسجق، ممكن تعملوها بقطع البفتيك، ممكن تعملوها بالكبده، ممكن تعملوها بالقطع الفراخ زي ما تحبوا. بس طبعا لو فراخ هتدوها وش كده في الشوايه، لكن اللحمه كده كده مش بتحتاج. شايفين بقى اللحمه استوت ازاي، مع ان اللحمه دي بتاخد سوا على فكره. زي ما انتوا شايفين، جربوا الاكله دي هتعجبكم جدا جدا جدا، وسهله وما فيهاش اي حاجه. ممكن تعملوها زي ما قلت لكم ببصل بس، او بنوع خضار واحد بس زي ما تحبوا. هنا بقى الرز برضو حبيت اوريه لكم، زي ما انتوا شايفين كان حلو جدا برضو. وطبعا لو وصلت لغايه الوقت ده من الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.